كده خلصنا من البتاع ده. نيجي بقى لايه، للبعبع الكبير بتاعكم اللي انتوا بتشوفوه ان هو ده ارخم درس في المنهج البتنجاني بتاعكم، وهو ايه؟ الدينامو، اللي هو اصلا اهم حاجه في الكهرباء كلها، ده اللي بيولد الكهرباء كلها، ده اللي بيولد لنا كلنا الكهرباء، فده اهم واحد اساسا. مستر، هو مشكلته دلوقتي في حتة القوانين ان انت بتقعد قوانين يعني قاعد تحفظ فيها وفي قوانين الاخر يدخلوا الدينامو، في بعض. اه، دي قوانين مشكلتي. الدينامو اتقي الله يا شيخ، اتقي الله، ما تحفظيش قوانين، ما حضرتك بنحفظش كمان قوانين احنا. يعني لما جيت اراجعه كده، لما حضرتك قلت لنا نراجعه، لما جيت اللي هو اجمع القوانين، يا لهوي دخلوا وسحوا في بعض وزي ما اكون ليه كنت بقى؟ قاعدة كده. عارفه ليه؟ عشان انت كتبت المتوسطه كلها، صح؟ مش كتبت قوانين القوه الدفع الكهربائيه المتوسطه؟ اه، الفعالة والمتوسطة وكله بقى كله، بص يعني عارف انت اللي هو بتقعد تجمع كله فهتلاقي حلو، اللي هو الله اكبر، انت طلعت في الاخر مش عارف ولا قانون. هظبطها لك دلوقتي، اتفقنا؟ انت عندك كذا قانون، بس انا عشان ارسم لك عشان اوريك القانون لازم تفهم الرسمه، الرسمه بتاعت الدينامو، اللي هي التيار المتردد، من الاخر رسمه التيار المتردد اللي هي الرسمه دي. انا كده كده مع حضرتك. انت عندك الاي ام اف هنا بنسميها لحظيه، عند اي نقطه بنقول دي لحظيه، لحظه النقطه دي، لحظه النقطه دي، لحظه النقطه دي، لحظه النقطه دي، لحظه النقطه دي. فاللحظيه دي اللي هي نبوه على طول. لكن في حاجه اسمها ماكسيمم، دي اقصى ما يمكن، ودي برضو هي نفس القيمه، اقصى ما يمكن، فدي بنقول عليها اي ام اف ماكسيمم. دي نبوه ساين ثيتا طبعا، لكن دي نبوه ايه بس، عشان اقصى ما يمكن فبيبقى الساين عندها بواحد. خلاص. عندك بقى في حاجه اسمها اي ام اف متوسطه، وانا مش عارف اخد الماكسيمم، يعني دلوقتي انا عايز اقول للراجل اللي هيشتري الدينامو مني، اقول له ده دينامو بيولد كهرباء كذا، اقول له انهي بقى كهرباء، اللحظيه ولا اقصى حاجه ولا ايه بالظبط؟ فباخد حاجه اسمها المتوسطه، قيمه بينهم هما الاثنين كده. القيمه المتوسطه دي اللي بنقعد نحسبها، المتوسطه بتختلف، اللي هي انت على عايز تجيب حسب متوسطه النسبة. لايه، على حسب بقى انت بتتكلم متوسطه بالنسبه ربع دوره، ولا بتتكلم عن نص دوره، ولا بتتكلم على دوره الا ربع، ولا بتتكلم على الدوره الكامله. خلاص. الاي ام اف طبعا دي الفعاله، بتاخد القيمه الماكسيمم وتقسمها على جذر 2 على طول. اي اي ام اف في الدنيا اللي هي استنى، هي الاي ام اف صح، الافكتيف، القيمه الافكتيف. اه، الافكتيف ان انا بعمل الاي ام اف ماكس وبقسمها على جذر 2. اي افكتيف في الدنيا بتقسم على جذر 2، خد الماكس على جذر 2، سواء بقى تيار، سواء بقى جهد، سواء بقى مش اه، ما عارف انت ايه. ايوه، ما انت لما هتيجي تجيب الاي ام اف ممكن برضو يعني نفس الحوار، تعمل نفس الحوار برضو في الطيارات يعني. حلو، بس انت اللي بيلخبطك بقى المتوسطه، لان المتوسطه دي ليها كذا قانون، ليها قوانين كتير قوي، صح؟ ليها اصلا تقريبا كام؟ انت عندك ادي واحد اتنين تلاته اربعه، ليها 8 قوانين، عشان عندك اربعه للرسمه دي واربعه للرسمه اللي هتبتدي من فوق، امم. صح؟ احنا بقى نظبط الرسمه الاول، عشان اكيد في ناس مش فاهمه اصلا ايه حوار الرسمه ده وجه منين والكلام ده كله، وبعد كده تلاقي القوانين كلها اتظبطت في شاشه قدامك واحده. خلاص تمام. طيب، واحده واحده. انا دلوقتي بقالي درسين في المراجعه اللي احنا خدناه دلوقتي، بنتكلم في ايه؟ في ان انا بولد كهرباء من المجال. استفدت انا ايه؟ هل بقى محتاج عشان اولد عشان اولد كهرباء، هجيب بقى واحد بني ادم يقعد جنبي، جنب كل لمبه عايز اعيدها مثلا، او جنب كل جهاز، او واحد عايز يشغل لمبه مثلا يعني، اروح جايب له ملف واقول له ايه بقى، ادي اللمبه جنبك اهي، معلش امسك بقى المغناطيس ده واقعد بقى ايه، اعمل بلقمتك، اشتغل شويه، امسك المغناطيس وافضل حرك 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 لحد ما تزهق والنور يقطع عليك. طبعا طول ما هو بيحرك الكشاف مره ينور ومره يطفي، مره ينور مره يطفي، وهكذا، ويفضل بقى قاعد في الرعاش ده، صح؟ فطبعا لا، ده المبدأ العلمي، يعني ده المبدأ العلمي ان ازاي اولد كهرباء اساسا. خلاص. طب اما الحل عمل ايه؟ احنا عشان نولد كهرباء عملنا ايه؟ عايز بني ادمين يقعدوا يحركوا، قال لك بص، انت كده كده في الاساس محتاج مجال، عشان محتاج مجال جبت مغناطيس وحطيته، مش هحرك بقى المغناطيس، احنا قلنا ايه، اما نحرك المغناطيس اما نحرك الملف، فانا اخترت ان انا اثبت المغناطيس، ثابت او متغير مش تفرق بالنسبه لي. خلاص، مغناطيس يكون ثابت بالمنظر ده. خلاص. طيب عايز تولد كهرباء، هو انا قلت الكهرباء بتتولد في ايه؟ اما اولدها في ملف لولبي، اما اولدها في سلك.
فمعلش انا عايز اولدها في سلك بعد اذنك. طب سلك واحده، طب ما تعملها ملف وتخلص. ادي ملف اهو، ودي طرفين عشان اخرج منهم الكهرباء. تاني يبقى انا عملت ايه؟ جبت مغناطيس. المغناطيس ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي مجال. المجال ده حطيت فيه ملف، ملف ثابت اهو لسه ما اتحركش. خلاص. الملف ده عباره عن ايه؟ مستطيل عادي، وليه عدد لفات وليه كل الكلام ده. ليه ان يعني مش ملف، مش رئه واحده، لا في رئات كتير كده اهو. في فوقيه لفات تاني، في فوقيه كذا لفه، 1000 لفه مثلا، مليون لفه، مش تفرق بالنسبه للعدد. المهم ان في عدد. خلاص. العدد ده طبعا عشان يكبر القيمه، بدل ما يولد نص فولت زي ما شفت من شويه السلك، لا يولد لي بقى 1000 فولت، يولد لي 500 ألف فولت. في مولدات بتولد 500 ألف فولت، في مولدات بتولد 300 ألف فولت، في مولدات بتولد 66 ألف فولت، وهكذا. خلاص. فانا عشان اكبر الموضوع بتزود عدد اللفات. كل ما تعوز تكبر الفولت زود عدد اللفات، او زود اي حاجه في القانون. انت لسه هتاخد نبوه، فانت ممكن تزود عدد اللفات. لو زودت المجال جبت مغناطيس اقوى، تزود الاوميجا، تزود المساحه، ايا كان تزود اي حاجه في دول القيمه تكبر. هنشوف بس الحوار ده جه منين اساسا، النبوه دي جت منين. خلاص. طيب. برضو يا مستر، ما انت محتاج حركه. مش انت عشان يا مستر يشتغل لازم تقعد تلف 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 في الملف ده عشان يفضل يقطع في خطوط الفيض؟ قال لك اه. بقى بيعملوا ايه؟ بيجيبوا مثلا شلالات زي السد العالي، يعمل لك خزان كبير قوي، ويخلي الميه تتخزن وراه، ويروح فاتح لك فتحه من هنا اهو. فالميه تبدا تنزل، طبعا بتنزل بقوه كبيره جدا، فالقوه دي تنزل على ملفات، الملفات دي تفضل تدور بقى. خلاص. يبقى انا كده ما جبتش بني ادمين اهو، ده خزان بيخزن يرفع الميه لفوق، الباقي من الميه يروح مسقط في الحته دي، وهكذا، ويفضل يلف كده. انا ما جبتش بني ادمين اهو، حلت مشكله البني ادمين. هو ده بقى فكره الدينامو. فكره الدينامو مجال او مغناطيس واقف، وفي ملف جواه. الملف ده ماله؟ مالكش دعوه مين بيدوره، المهم انه بيدور. خلاص. عمال يلف 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 في الاتجاه ده، يلف في الاتجاه ده، مش فارقه، المهم انه في حاجه عمال تقطع في خطوط الفيض. طيب احنا لسه واخدين من شويه ان مين اللي هيقطع هنا من خطوط الفيض؟ هل السلكين دول؟ ما هو اكيد الملف مش كله، اما سلكين دول اما السلكين التانيين دول. اكيد اكيد حتى بالنظر يا اخي مين اللي بيقطع في السلوك؟ اكيد دول. خلاص. تعالى كده نبص، تعالى نبص. الاي ام اف اللي هتتولد هنا في السلك ده عباره عن ايه؟ انت لسه واخد من شويه بلفي يا مستر، وطبعا مش هقول ساين سيتا عشان هنا السيتا ب 90. خلاص. حاليا يعني وهو واقف في الوضع ده. خلاص. تعال نشوف السلك التاني، ما اكيد زيه، زيه بالظبط، ما هو نفس البي داخله فيه، ونفس الطول، ونفس السرعه، اكيد ما هم مربوطين ببعض. خلاص. يبقى انت كده عندك ايه؟ 2 بي ال في. ده هيولد مثلا الكهرباء في الاتجاه ده، وده هيولدها في عكس الاتجاه عشان ده طالع وده نازل. هتلاقي الاتنين ماشيين ورا بعض، يعني مجموعهم. هو بص، ده كهربته هتمشي تخش في ده، يبقوا الاتنين اتجمعوا على بعض. خلاص. فانت تيجي تبص هتلاقي ان انت عندك 2 بلف. حتى الان في مشكله؟ يبقى احنا دلوقتي عندك 2 بلف. سيبك من الساينس ده دلوقتي، كده كده الساينس ده بنحطها في اي حته. عندك 2 بلف. طيب يا مستر، يا مستر، انت لما كنت بتحط الفي كان الخط او اللي هو السلك يعني كان بيتحرك بشكل افقي، رايح جاي كده اهو، مثلا يقطع في الدايره كده اهو، او يا عم رأسي يقطع في الدايره كده اهو، يقطع في الدايره كده اهو. لكن دلوقتي انت عامل لي ملف، والملف ده بيدور يا مستر، عمال يلف عمال يلف، يدور يدور يدور، عمال يدور. ما بيمشيش مسافه ايه؟ خطيه. اصل انت عندك سرعتين، السرعه اللي هي دي اكس على التي، اللي هو لما يمشي مسافه بشكل خط مستقيم يعني، خلاص ماشي بسرعه خط مستقيم. وعندك سرعه تانية اسمها السرعه الزاويه، لما يكون ماشي بسرعه وفي نفس الوقت عمال يدور، فالدوران ده بنقول عليه السرعه الزاويه. في فرق بين الاثنين؟ اه في فرق بين الاثنين، دي في ودي اوميجا. انت بتاعتك دلوقتي اوميجا ولا في؟ انا عمال الف في البتاع، المفروض اوميجا. طب ايه العلاقه اصلا بين الفي والاوميجا؟ قال لك الفي بتساوي اوميجا ار. معلش ركز في الحته دي شويه، لان انا لما نقصت درجه في ثانويه عامه في الفيزياء نقصتها بسبب القانون مش عايزين نشتمه ده.
بدل ما كتبت الفي بتساوي اوميجا ار كتبت الاوميجا بتساوي في ار. فتركز، الله يستر عليك في الحته دي. خلاص ركز معايا تاني. انت دلوقتي ماشي بحركه خط مستقيم، فماشي بسرعه بخط مستقيم. لكن دلوقتي انت بتدور بزاويه، فانت دلوقتي اوميجا. طب ايه العلاقه بين الاثنين؟ الفي بتساوي اوميجا ار. فانا هطلع اروح شايل، ولا هطلع ليه؟ خلينا هنا، احنا كنا قايلين ان هي 2 بلف. اروح شايل الفي واحط مكانها ايه؟ اوميجا ار. اوميجا ار اهو. كده شكل القانون قرب يبان، خلي بالك. ادي بقى عندك بي والاوميجا. ناقصك ايه؟ تعال نبص كده. هي الار فين؟ الار اهي، صح؟ ما هو عمال يلف على شكل دايره، عمال يدور كده اهو. يدور 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 ويرجع يدور من تحت كده اهو، وهكذا. فدي الار بالنسبه لي اللي هي نص الطول مثلا ولا حاجه. الار دي عباره عن ايه؟ او لو قلنا الطول كله، يبقى طول الملف ده عباره عن ايه؟ 2 ار، صح؟ العرض بتاع الملف، والطول بتاعه اللي هو ال اللي احنا كده كده كاتبينها. يبقى 2 ار في ال، ممكن اشيلها واحط مكانها المساحه، مش المساحه دلوقتي. 2 ار في ال، يبقى انا ممكن اشيل الاثنين والال والار واحط مكانهم ايه؟ مساحه. معايا لحد هنا؟ وطبعا اكيد ملف لعدد لفات يبقى فيه ال هنا وخلاص. نبوي. نقولها تاني سريعا في حته فاضيه، عشان لو طلب منك الاستنتاج. انا والله لو مكانه في الامتحان اطلب منك استنتاج قانون طالما عندي سؤالين مقال. ايه المشكله يعني؟ عشان ابقى ضامن على الاقل ان اللي يحل يكون فاهم. تاني، انت عندك في سلك اهي هتولد بلف، وفي سلك اهي هتولد بلف. واحده هتولد كهرباء كده اهو عشان اتجاهها طالع لفوق، اتجاه الحركه بتاعها طالع لفوق، او سرعتها يعني طالعه لفوق. والتاني سرعته نازله لتحت، فاكيد هيولد في عكس الاتجاه بالمنظر ده. فده هيفضل ماشي يلزق في ظهر ده، ويروح يبقوا 2 بلف. يبقى الدينامو ده بيولد لي في الاخر 2 بلف. الاتنين بلف دي بقى انا عايز اختصرها لقانون احنا هناخده دلوقتي، اللي هو المعطيات اللي هيديها لك في الامتحان. خلاص انا هختصرها ازاي؟ انت دلوقتي ماشي بسرعه مستقيمه. طب هو ده مش هيمشي بسرعه مستقيمه في شكل على طول. لا، ده شويه السرعه تبقى كده، اول ما يميل هتبقى السرعه كده، السرعه كده، السرعه كده، لانه عمال يلف بشكل دوائريات. فهنشيل الفيديو ونحط مكانه اوميجا ار، وتنزل ال والبي والاثنين اهي. طيب انا لقيت ان انا عندي 2 وار وال. هي الار فين؟ الار اهي. يبقى دي كلها على بعضها كده 2 ار، وده ال. وكده دي 2 ار، يبقى اكيد دي كمان 2 ار زيها. خلاص 2 ار في ال دي عباره عن المساحه، فاشيل الاثنين والال والار واحط مساحه، وادي البي والاوميجا. ويبقى في هنا ان عشان في عدد لفات. طبعا ساين سيتا، عشان اكيد الملف ده هيدور، هيبقى بزاويه معينه هنا اهو. هيوصل يبقى هنا بزاويه معينه هنا اهو. هيوصل الناحيه التانيه يبقى بزاويه معينه هنا اهو، وهكذا. خلاص بس هي دي نبوه ساين سيتا، ده استنتاج القانون، جبنا القانون اساسا. حتى الان في حد عنده مشكله؟ الصفحتين دول في حد عنده مشكله؟ اه لسه يا مستر في مشكله. ايه بقى المشكله؟ تعال، انت لسه ما قلتش فرش ولا حلقات ولا ايه النظام بالظبط. بص، هو انا كنت مكانك في يوم من الايام وقلت ايه؟ قلت هو ليه بيقعدوا يحطوا حلقات والفرش والكلام العبيط ده؟ ما يوصل على الكشاف وخلاص. الحاجه اللي عايز يعملها، احنا بنحط الكشاف والكلام ده عشان ده دلاله ان في كهرباء يعني. خلاص، ويوصل كده. بس تعال نتخيلها، لف كده الدايره، هتلاقي السلوك دي بتلعبك على بعضها، هتلف حوالين بعضها، صح؟ فحل اللعبكه دي عشان ما يحصلش تلف للسلوك، بنعمل ايه؟ بنطور ريشه، ونحط على الريشه دي دايره اللي بعيده دي، والريشه دي دايره. طبعا الحلقتين دول بنقول عليهم حلقتان انزلاق. الحلقتين الانزلاق دول بيبقوا ماده موصله، حديد، نحاس، الكلام ده كله. فاكيد الكهرباء اللي هتيجي عليهم هتتنقل ليهم. فانا باخد الكهرباء من عليهم وخلاص، وبحط فرش اخد منها الكهرباء عشان يبقى في عازل شويه يعني. خلاص دي فايده الفرش والايه والحلقتين الانزلاق، طرفين توصيل يعني. في الاول وفي الاخر لو جه سالك طرفين توصيل. بس انا بفهمك ليه ما وصلاش على طول، ليه حط لك حلقتين انزلاق والكلام ده كله. خلاص. طيب كده بقى في حد عنده مشكله؟ يبقى كده اهو، ده الدينامو، ده تركيب الدينامو. التركيب بتاع الدينامو في حد عنده مشكله فيه؟ تمام جدا. يبقى كده خلصنا من تركيب الدينامو. نركز بقى في اللي جاي بقى. صلي على الحبيب. انا اتفقت معاك اتفاق.
اتفقت معاك اتفاق من شويه، قلت لك ايه؟ قلت لك اي قانون، اي قانون، اي قانون نقولها 20 مره اهو. اي قانون، وده اخر قانون اصلا هقول لك في الكلمه دي يعني. اي قانون، انت القانون بتاعك نبوه ساين سيتا. انت مشكلتك دايما في القوانين دي بتبقى في الزاويه. الزاويه دي بين ايه وايه؟ اكيد في المجال عنصر من العناصر، واكيد الملف، المجال والملف. بس خلي بالك بقى، في مساحه. انا قلت لك طول ما في مساحه تعمل ايه؟ ترسم العمودي. طول ما في مساحه ترسم العمودي. احنا لحد دلوقتي ايه القوانين اللي كان فيها مساحه؟ الفاي بتساوي البا كوزين سيتا، وده الوحيد اللي كان فيهم كوزين. وعندك التاو كانت بتساوي ايه؟ بيان ساين سيتا. اي زاويه من دول هي الزاويه بين الملف، لا، بين المجال والعمودي على الملف. بتعرفها منين يا مستر؟ عشان في مساحه يا ابني. هجيب الزاويه بين المساحه ازاي؟ فعشان انا ما بعرفش اجيب الزاويه بين المساحه، برسم عمودي على المساحه دي اللي هي الملف يعني. خلاص. فتخلي بالك من القوانين دي، التلاته دول عمودي. تعالى بقى نشوف القانون بتاعنا احنا دلوقتي اهو. ادي القانون اهو عشان تشوف بس هتعوض ازاي ومش هتعوض ازاي. قبل اي كلام اصبروا بس اكمل الحته دي واتكلموا براحتكم. ثواني. دلوقتي انت عندك ادي المجال اهو، مغناطيسه بيطلع لك مجال اهو ومجال اهو. قال لك الملف مره عمودي واقف عمودي اهو زي ده كده اهو، ومره موازي. حد يقول لي الاي ام اف اللي هتولد هنا كام والاي ام اف هتولد هنا كام في سرك يعني، ما تقوليش دلوقتي. خلاص. عشان تعرف الاي ام اف يا مستر محتاج الزاويه. هات لي يا عم الزاويه. الزاويه هتجيبها ازاي؟ طلعت بصيت في القانون، ده في ايه؟ يبقى هرسم عمودي يا مستر. عمودي يا مستر. ادي العمودي ادي العمودي. الزاويه بقى بين المجال والعمودي، الزاويه هنا كام بين المجال والعمودي؟ صفر. الزاويه هنا كام بين المجال والعمودي؟ 90. يبقى فين اقصى ما يمكن؟ ساين صفر بصفر، يبقى هنا الاي ام اف هتطلع بصفر. هنا الاي ام اف هتطلع بنبوه. نبوه. نبوه. يبقى امتى اقصى ما يمكن؟ لما يكون الملف موازي. لما يقول لك الملف موازي ده كده اقصى حاجه، ده كده حبيب قلبي. لما يقول لك الملف موازي. ايه الحته دي مهمه عشان دي اللي هرسم منها الرسمه. اللي عنده بقى سؤال يسال. كان في حد فتح المايك وقلت له اقفله. طبعا احنا فاطرين مفيش صيام النهارده فنشرب بقى. قولوا. اللي عايز يسال يسال. اللي هي القوانين بتاعة المجال والعمودي على الملف. مالها؟ كنت بكتبهم وحضرتك مسحتهم. اهو الفاي ام بتساوي با. هو من غير ما تحفظيهم بقى، ما هو طالما في ايه يبقى في عمودي. ايوه تمام، بس عشان خاطر برضو تأكيد. هو بترتيب المنهج اهو. بيان تأ- ساين سيتا. تأكيد. ما انا بقول لك انا بقول لك بترتيب المنهج اهو اهو. اه دي اه الفايل تمام. خدناه الاول، بعد كده التاو، بعد كده ادي نبوه اهي اللي هي الاي ام اف دينامو. وتحطي كده تحتها دينامو عشان دي بنستخدمها في الدينامو فقط. نبوه ساين سيتا برضه. مفيش حاجه كوزاين في المنهج غير فاي ام. طبعا انت لو بتستخدم ساين يبقى الحوار العمودي ده ما يمشيش معاك سكه. خلاص. عشان بس ايه، عشان كده انا قلت لك استخدم كوزاين وريح دماغك ودماغنا واستخدمها زي ما المنهج بيقول لك. شكرا يا مستر. ماشي. شكرا لك. تعالى بقى يا غالي، انا محتاجك بقى ترسم لي دلوقتي رسمه اللي هنطلع منها القوانين كلها دلوقتي. بس انت خلي بالك، انت كده في قانونين طلعتهم. عندك نبوه ساين سيتا، وعندك نبوه من غير ساين سيتا. يبقى دي كده اللحظيه اللي هي عند اي نقطه، ودي كده ايه؟ ودي كده اللي هي العظمى، الماكس وخلاص. خلاص. ده كده القانون اللي انت خدته. تعالى بقى قول لي ايه، واحده واحده كده ويا غالي. واحده واحده يا غالي يا ابن الغاليين. انا مش محتاج خلي ده من دلوقتي، ماشي خليه. دلوقتي انا لو هرسم رسمه للاي ام اف اللي متولده من دينامو، ممكن واحده تتسرع طبعا بالنسبه للزمن او بالنسبه للزاويه يعني. ممكن واحده تتسرع وتيجي تقول لي ايه؟ اه يا مستر، دينامو زاويه. طب ما انت يا مستر احنا اتفقنا اتفاق، انت عندك الاي ام اف
بتساوي نبوة ساين سيتا. وانت قلت لي يا مستر الحصه بتاعت امبارح في التاو، قلت لي العلاقه لما تكون بين الساين بترسمها علاقه طرديه كده اهو، والعلاقه لما تكون بين السيتا والاي ام اف بتاخدها ايه؟ شكل الساين. ده كلام صح مليار في المية. ولكن هنا هتختلف شوية صغيرين. الشكل هيتوقف معاك على بدايتك منين. هل انت بادئ من الصفر ولا بادئ من قيمة عظمى؟ ما انت لو كده يبقى بادئ من الصفر، بادئ من صفر اهو. ممكن ترسمها كده اهو ويبقى بادئ من قيمة عظمى. هنعرف منين؟ لو قال لك بداية الملف من الوضع العمودي، تعالى كده على جنب انت وقول لي ادي الوضع العمودي يا مستر المجال. اه المجال اهو يا مستر، وادي الملف ده. فاحنا محتاجين نرسم العمودي على الملف. فين العمودي على الملف اهو. فالزاويه هنا يا مستر بين العمودي والمجال صفر. اه فهنا كده يبقى ايه؟ ساين صفر بصفر. فيبقى الاي ام اف بصفر. فيبقى كده يا مستر طالما بادئ من الوضع العمودي يبقى بادئ يا مستر من الوضع الصفر. اه كده الرسمه بتاعتك تبقى تمام مليار في الميه اهو. طب افرض قال لك بادئ من الوضع الموازي. انا قلت لك اهو انا بادئ من الوضع الموازي. ترسم الاول. بس هو الطبيعي بنبدا من العمودي اهو زي ما انت شايف. الطبيعي الملف بيكون واقف كده. لو قال لك بقى بادئ من الوضع الماضي ارسم برضه لو انت عايز تاكد في الامتحان. انا بعمل كده والله يا شباب. ارسم الاول. ما تثقش في دماغك، ارسم احسن. خلاص اهو. فين الملف؟ ادي الملف اهو. خلاص ارسم العمودي على الملف اهو. الزاويه دلوقتي بقت كام؟ 90. يبقى ساين الثيتا ب 90. يبقى اكيد ساين 90 بواحد. يبقى اكيد دي ايه؟ ام اف ماكسيمم. يبقى بادئ من الماكسيمم. هو قال لي بادئ من الوضع الموازي يبقى خلاص بادئ من اقصى ما يمكن. فين اقصى ما يمكن؟ هنا اهو. يبدا ينزل. كاني بص كانك خدت الرسمه دي. شايف الرسمه دي؟ كانك خدتها وشفتها كده لحد ما تبقى اقصى ما يمكن هنا. فانت بص بتاخد الرسمه وتنزل بيها تبقى عامله كده. وده هيفضل مكمل بقى كده يعني. خلاص كانك شفتها بالظبط. والاساس بيبدا كده. بدا من الوضع القيمه عظمى. خلاص شده كده وخليه يبدا من قيمه عظمى. انت فاهم قصدي؟ فهمت دماغي؟ بس. فهمت الرسمه دي؟ في حد عنده مشكله في الرسمه دي حتى الان؟ طبعا هنا برسمها لك حته حته بقى. بادئ من الوضع العمودي فيبقى صفر لحد ما يلف يبقى كده لحد ما يكون لك الرسمه في الاخر بالمنظر ده. في حد عنده مشكلة سيب دي عشان محتاجها. تعالى اطلعي فوق بس عشان ما باخد بالي منك. لا استنى لو تقويم دي يبقى لسه. تقويم دي ولا ايه؟ اه دي خلال دورة كاملة. احنا خدناها خلاص يعني وعرفناها. في حد عنده مشكلة؟ اه دي بقى المتوسط هنقولها دلوقتي. في حد عنده مشكلة يا شباب؟ الرسمتين دول انا بقى شغال دايما في الطبيعي دي اللي هي الرسمة اللي قدامي دي. هو معظم الأسئلة بتبقى في الرسمة اللي قدامك دي. بس برضو لو قال لك التانية يبقى انا قلتها لك اهو. خلاص واكيد برضو انت كنت عارفها قبل كده يعني. طيب امتى بقى يا مستر؟ دلوقتي انت عندك نقط كتير قوي على الرسمة دي. اكيد في زاويه هنا مثلا 30. دي مثلا اكيد في زاويه 60. لكن هنا 90. هنا مش عارف 135. هنا مش عارف 180. هنا مش عارف 360. هنا في 270 وهكذا. فانت في كل لفه. كل زاويه ليها نقطه. اي زاويه من اي نقطه من دول بنقول عليها ايه؟ اي ام اف لحظيه. هي مجرد لحظه هو عمال يدور اساسا. فهو ملي ثانيه هنا بعد كده يلف ملي ثانيه ملي ثانيه وبعد كده يوصل لقيمه عظمى بعد كده ينزل تاني وهكذا. فدي بنقول عليها قيمه لحظيه. اللحظيه دي طالما في زاويه يبقى بنقول ايه؟ نبوه ساين سيتا. وفكروني في الحته دي عشان في حته هنا مهمه جدا 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 في القانون ده. وهقول لك جه على سؤال قبل كده برضه صاحبتكم قالت لي عليه. يعني كانت سالاني فيه يعني. خلاص. طيب ايه تاني؟ ايه الحاجات التانيه المشهوره؟ هنا يا مستر بصفر. وهنا يا مستر بصفر. وهنا يا مستر بايه؟ بصفر باينه من الرسم. طب هنا قيمة عظمى وهنا قيمة عظمى. طب القيمة العظمى فين يا مستر؟ نبوة بس من غير الساين سيتا. الساين سيتا ساعتها بواحد فهي نبوة بس. لحد هنا في حد عنده مشكلة في القوانين دي؟ خلي بالك انت كده مش ناقص لك غير قوانين المتوسطة. لأن القيمة الفعالة زي ما قلت لك أي حاجة افكتيف بتقول الماكس على جذر اتنين وخلاص. فده كده كده قانون عبيط ملناش دعوة بيه. اللي هيلخبط بقى شوية كده اللي هو ايه؟
4 انباف والتلاتة انباف والكلام ده هنشوفه دلوقتي هيجي ازاي متوسطة. لكن حد هنا في حد عنده مش في اي حد عنده اي مشكلة؟ حلو جدا، حلو جدا جدا. طيب والله لو فهمتوا دي يبقى فهمتوا الدينامو، لو فهمتوا الحتة دي بس. اللي جاية دي اساسا سهل. بس قبل ما اخش على اللي جاية، انا قلت لك القانون ده فيه ايه؟ فيه لعبة. ركز بقى معايا بالله عليك في الحتة دي قوي، عشان ممكن يجيبها في الامتحان عادي، جت قبل كده يعني. بص، انت القانون اهو، شكله كيوت، شكله امور. بص في ناس عارفه الحركه دي اصلا، هي مش حاجه جديده يعني. بص يا غالي، السيتا دي عباره عن ايه؟ السيتا دي ليها قانون، تخيل السيتا نفسها ليها قانون. السيتا عباره عن اوميجا في تي. تاني، السيتا دي بتساوي اوميجا في تي. يعني ممكن اجي اكتب لك القانون كده في مره، نبوه ساين اوميجا تي. عادي صح، السيتا بتساوي اوميجا تي. بس خلي بالك بقى، كلنا عارفين ان الاوميجا عباره عن 2 باي في التردد باي اف، صح؟ 2 باي اف، يعني انا ممكن اشيل دي برضو دي واحط مكانها 2 باي اف في تي، ممكن اشيل دي واحط مكانها 2 باي اف، صح؟ ايه بقى التركه اللي هنا؟ الباي غير الباي. هنا الباي جوه زاويه، والباي في الزوايا يعني ايه؟ باي يعني قياس دائري، انت لما بتيجي تحولها بتضربها في 180 على باي، المفروض الباي بتساوي في الزاويه 180. لما اكون جوه ساين، اي باي جوه ساين جوه كوزاين جوه تان جوه شاين جوه كوشاين جوه تانش جوه اي داله من الدوائر اللي هي بتاعت الزوايا دي، بتحط من جوه الباي 180، عكس الباي اللي بره اللي هي 22 على 7 اللي هي بتاعت الاله العاديه. خلاص، فتركز في الحته دي. خلي بالك ان الباي هنا بتبقى ب 180 والباي هنا ب 22 على 7. طيب انا ده هيفيدني في ايه يا مستر؟ هيفيدك دلوقتي في السؤال بتاع صديقي الصدوق. فين هي؟ اهي. بص يا غالي، سؤال اهو من الامتحانات، امتحانات عامة، كتاب الامتحان برضه. بص يا عم، ركز معايا. قال لك ايه؟ دينامو تيار متردد. على فكرة صح بالمناسبة، طبعا انت الشكل اللي انت شفته قدامك ده شكل الاي ام اف. طب شكل التيار، هو التيار عبارة عن ايه؟ هو التيار عبارة عن الاي ام اف على ار، والار دي حاجة ثابتة. فمثلا الاي ام اف كانت مثلا في اللحظة دي كانت بخمسة، والار بواحد. لا بلاش بواحد، خليها مثلا باتنين، يبقى اتنين ونص. فانت هتلاقي نفس الحاجة بس اقل، يعني هتلاقي بص التيار عامل كده، واخد نفس الشكل بالظبط. برضه هيجي هنا يوصل قيمة عظمى، تلاقيه عامل هنا اهو كده اهو، تلاقيه عامل هنا مش ما بيثبتش في حتت، بيبقى قيمة عظمى وحتت بصفر وحتت بيبقى في الموجب وحتت بيبقى في السالب والكلام ده كله. فالتيار اللي احنا بناخده دلوقتي ده اسمه التيار المتردد. ومن اول هنا بقى هيبدأ يكلمك عن التيار المتردد في كل اللي جاي من اول هنا، لان المولدات بتولد تيار متردد، ما بتولدش تيار مستمر. ما فيش مولد اسمه مولد تيار مستمر. في حاجة اسمها بطارية بنخزن فيها تيار مستمر فتطلع تيار مستمر. لكن المولد ده اللي بنرمز له بالرمز ده كده اهو، ده بيطلع تيار متردد. خلاص، اللي هو الشكل بتاعه كده. فبيقول لك دينامو تيار متردد طبيعي، يعني دينامو يعني يدور حول محور موازي لطوله، مش عارف ايه. سيبك من كل ده. اداك ايه؟ قال لك الاي ام اف بتساوي 240 ساين. طبعا الناس شكلها يكون سهل، لكن هي فيها ايه فكره. خلاص، وعايز يعرف متوسط القوه الدفعه الكهربائيه. المتوسط دي اللي احنا لسه هناخدها، بس قال لك ايه؟ خلال نص دوره يبقى 4 امباف. لسه هاخدها دي، لسه القانون ده هناخده. بس انا دلوقتي عايزك تطلع لي الحاجه بتاعت المساله اساسا. مش انت قلت لي ان القانون بتاعك يا مستر اي ام اف بتساوي نبوة ساين سيتا؟ طب هنا هو مش كاتبها سيتا، هنا كاتبها حاجه في تي. طالما كاتبها حاجه في تي يبقى دي اوميجا تي. خلاص. ليه؟ عشان هقارن المعادله دي بالمعادله اللي فوقيها. نبوة، يبقى كده نبوة بتساوي 240، يبقى كده نبوة بتساوي 240. هي مين نبوة دي اساسا؟ اللي هي الاي ام اف ماكسيموم يعني. خلاص، تمام. فولت. خلصنا من دي، مش مشكلتي في دي اصلا. انا مشكلتي في ايه دلوقتي؟ انا هستفيد ايه من دي؟ انت كده عندك 21600 اوميجا تي. اوميجا بس، ما التي كده كده موجوده، انت خدت دي معاك، دي شبه دي. خلاص، فبقت اوميجا.
طيب حلو الكلام ده. الأوميجا بتاعتك بقى عبارة عن إيه؟ 2 باي إف. أنا عايزك تطلع الإف من الحوار ده. فأنت الباي بتاعتك المرة دي بكام؟ 180. 2 في 180 في إف، وتطلع الإف بتاعتك. الإف دايما بتطلع 50 يا إما 60، دي هتطلع 60. خلاص؟ أنا استفدت بإيه بقى بالكلام ده كله؟ لما تيجي تعوض، تجيب مثلا الأوميجا دي، عايز تجيب الأوميجا دي لوحدها، تعال نجيب الأوميجا دي أنا وأنت. الأوميجا دي عبارة عن إيه؟ 2 باي إف. بس أنهي باي بقى؟ الباي العادية، مش 180 في 60. فيطلع الناتج 120 باي. دي اوميجا ودي اوميجا، بس دي حاجه جوه زاويه، دي بره الزاويه. انتوا فاهمين دماغي انا قصدي ايه؟ دي بتعوض عن 180، دي بتعوض عن الباي، عشان بس ايه ما نلخبطش الدنيا. ودي دايما فايدتها ان هي بتطلع بس الاف، ملهاش اي فايده تاني. طيب تعالى بقى نكمل المتوسطه عشان نخلص من ايه؟ من اربع تخماس الدينامو. بعد كده نخش على تقويم الدينامو، ازاي نخليه مستمر. تعالى دي اللي احنا قلناها بتاعت موازي وعمودي. انت رحت فين يا عم؟ انتوا هنا اهو، انتوا مستخبيين. تعال. بص يا غالي، طبعا انا ممكن في الحياه ممكن ما الفش الدينامو لفه كامله. مين قال ان شرط ان انا الفه يرجع مكانه تاني؟ يعني ما ممكن الفه فيجي يبقى كده اهو، يبقى عمودي. او ممكن الفه كده الف 90 درجه، صح؟ كان واقف كده اهو، بقى كده لف 90 درجه. او خلينا العكس، عشان احنا قلنا دايما بنبدا من الوضع العمودي. خلينا ادي الوضع العمودي اهو. ممكن الفه يبقى موازي، الفه 90 درجه كمان يبقى ايه؟ عمودي تاني. ألفه 90 درجة كمان يبقى موازي تاني. ممكن أقف هنا بعد 90، ممكن أقف بعد 180، ممكن أقف بعد 270. مش شرط أوصله ل 360 ويرجع مكانه تاني، صح؟ فدي رسمتها طبعا لما يوصل هنا يكون عمل كده أهو. هنا يكون عمل إزاي؟ كمل ال 180، هنا يكون كمل ال 270. طبعا الأخيرة اللي هي الرسمة الكاملة. صح الكلام ده؟ صح الكلام ده. طبعا الكلام ده لو بدأ من الوضع الإيه؟ لو بدأ من الوضع العمودي. ممكن يبدأ من الموازي، دول بس أربع حالات. ناخد الأربع حالات بتوع الموازي دلوقتي، بس هنفهم بس واحدة واحدة. هو عايز إيه؟ بيقول لك هات لي الإي إم إف المتوسطة. وخلي بالك هحفظها لك دلوقتي، بس أنا قبل ما أحفظها لك لازم أفهمها لك. يعني إيه متوسطة؟ يعني أنا هاخد القيمة اللي في نص الرسمة. فين نص الرسمة دي؟ فين نص الرسمة دي؟ فين نص الرسمة؟ ممكن نص الرسمة يبقى عامل كده أهو. طب فين هنا بقى نص الرسمة؟ نص الرسمة الصفر بالظبط، لأن اللي فوق بيبقى قد اللي تحت. فدي كده كده القيمة المتوسطة بتاعتها بصفر بالفهم، مش بالحفظ. وهنشوف برضو القانون بتاعها دلوقتي. ركز معايا وانت تفهم. انا لسه مديك نفس القوانين دي من شويه لما كنا بنجيب الاي ام اف عادي. تعال نجيب الاي ام اف في ربع دوره. يا مستر، الاي ام اف عباره عن ايه؟ لسه واخدينها من شويه. عباره عن ايه؟ لا، ان دلتا فاي على دلتا تي. ده اي ملف، مش شرط يكون دينامو. حس العادي جدا، بجيبها من قانون الحس العادي جدا، العادي بحت. خلاص، اللي قلت لك ينفع يستخدمه في اي حاجه. تعالى بقى واحده واحده. الان بتنزل كده كمان، مالناش دعوه بيها. تعالى، الدلتا فاي كان ايه وبقى ايه؟ الفاي هنا بكام؟ بكام الفاي هنا وهو واقف كده اهو؟ با، كل الخطوط قطعاه اهو. لما لف بقى ب90، كام خط قطعه؟ مفيش ولا خط قطع. بعد كده يبقى با بس بالسالب عشان هيبقى بالشقلوب، وبعد كده يبقى بصفر تاني. تبدأ بقى تجرب كل واحد. التاني ناقص الأولاني، مرة صفر ناقص با، مرة سالب با ناقص با، مرة ما انت بتطرح ده كله ناقص ده، كله ناقص ده، كله ناقص ده، اللي هو الوضع الأولاني. خلاص، مرة صفر. احنا قلنا صفر ناقص با، وقلنا سالب با ناقص با، وبرضه تاني صفر ناقص با.
دي الدلتا فاي. في حد لحد دلوقتي عنده مشكله في الدلتا فاي؟ طبعا دي لما يرجع عمودي تاني يعني برضه هيبقى ايه؟ با، هتبقى با ناقص با، يبقى صفر. عشان كده احنا قلنا بصفر على طول. خلاص. لحد دلوقتي ما اعتقدش ان حد يكون عنده مشكله. طب واحده واحده، الكلام ده ما عندناش فيه مشكله يا مستر، ولا حد عنده مشكله؟ حد مش فاهم جبت الدلتا فاي ازاي؟ عشان دي مهمه موت. طيب، ما عندناش مشكله يا مستر. طيب، الفكره بقى هنا في ايه؟ في الدلتا تي. هو انا انت عارف الدلتا تي عباره عن ايه؟ الدلتا تي عباره عن ايه؟ انت عارف ان الاف بتساوي 1 على تي، يبقى التي بتساوي 1 على اف. مش انت عارف ان الزمن الدوري بيبقى مقلوب الفريكوانسي، مقلوب اللي هو التردد، صح؟ تعالى بقى قول لي هنا، هو هنا عمل هو هنا عمل دوره كامله؟ لا، ده عمل ربع دوره. يبقى هنا ربع تي، يبقى الاف بتاعت او التي بتاعتك تبقى عباره عن ايه؟ تي سمول، تبقى عباره عن ايه؟ 1 على 4 اف، لانه عمل ربع دوره. شلت التي وحطيتها 1 على اف، مش اكتر يعني اهو. مش ربع تي، ربع تي. شلت التي وحطيت مكانها 1 على اف، فبقت 1 على 4 اف. ادي 1 على 4 اف. طبعا هنا يبقى 1 على 2 اف، 1 على 2 اف. هنا 3 ارباع اف، فلما تيجي تعملها تبقى 4 على 3 اف. فانت هتقول 1 على 3 ارباع اف، اللي هي عباره عن ايه؟ طبعا هنا في شرط الكسر. اللي هي هنا عباره عن ايه؟ لما تيجي تطلع الاربعه دي فوق هتشيلها كده اهو، مقام مقام يطلع بس تبقى 4 ايه؟ على 3 اف. خلاص. طيب، كلام مظبوط، كلام منطقي. او خليها يا عم عشان ما تصعبش الموضوع، خليها زي 1 على 3 على 4 اف. ايه؟ لان عمل ربع موجه، نص موجه، 3 ارباع موجه. تعالى بقى واحد، خلاص انا كده خلصت والله. تعالى كده بقى، دي الان نزلت، صفر ناقص با يبقى سالب با، صح؟ تعالى 4 اف هتطلع كلها فوق، يبقى 4 اف. لما تيجي تجيب الرقم ده في الاول هتلاقي 4 نباف. ده كده القانون. تعالى هنا، سالب با سالب با يبقى سالب 2 با، وفي تحت 2 اف هيطلعوا فوق برضو، يبقى انت عندك 2 اف هنا اهو. 2 في 2 بكام؟ 4، يبقى 4 نباف برضو. كده كده في ان. شفت بقى؟ شفت بقى؟ نفس الكلام هتيجي تعمل هنا، هتطلع 4 على 3 فوق، طبعا هو في سالب با هنا وفي ان طبعا. خلاص، طلع 4 على 3 فوق، ادي يا عم 4 على 3، والاف تطلع فوق هي كمان اهو. هتشقلبها تطلع فوق 4 على 3 نباف. صعب؟ انا لحد دلوقتي مش شايف ان في حاجه صعبه. تعالى هنا، طبعا ده كده كده بصفر، احنا كده كده قايلين بي اي ناقص بي اي على بصفر، صفر على اي حاجه بصفر. خلاص، دي القوانين بتاعتك. 4 مباف، 4 مباف، 4 3 مباف. دي كده المتوسطه، القيمه المتوسطه. طيب، نحفظها ازاي؟ زي ما انت شايف، الوحيده ام 4 على 3 هي مين؟ اللي هي التلات ارباع دوره. يبقى انت ايا كان لو جه قال لك تلات ارباع دوره او قال لك 270 اي حاجه، الرسمه بتاعتها كده اهو، يبقى انت بتعملها ازاي؟ 4 على 3 نباف. اي حاجه، اي حاجه غير كده 4 نباف بس. طب افرض قال لك دوره كامله، بذمتك دوره كامله يعني الحته اللي فوق قد الحته اللي تحت، المتوسط بتاعها فين؟ صفر. يبقى تاني، اي حاجه هتلاقي فوق قد اللي تحت بالظبط يبقى بصفر على طول. عشان برضو واحنا شويه كده هنيجي نرسم الرسمه لما يكون بادئ من الوضع ده، هنيجي نعمل كده اهو، الحته اللي فوق دي مش قد الحته اللي تحت، يبقى برضو الوضع يبقى ده ايه؟ صفر. القيمه المتوسطه بتاعتك هنا بصفر. ده لما نشوف برضو اللي هي نص دوره، نص دوره لما يكون بادئ من الوضع الموازي. خلاص. فانت خدها قاعده، لو لقيت النص اللي فوق قد النص اللي تحت في الرسمه ارسمها، لقيت النص اللي فوق قد النص اللي تحت يبقى بصفر على طول. فيها مشكله ايه؟ طب تعالى كده، انت جبت لي يا مستر 5 حالات، ما دي كده حاله من الحالات اللي جايين.
تعالى برضو يا مستر، انت ما تضحكش عليا. بادئ من الوضع الموازي، بعد كده بقى عمودي، بعد كده بقى موازي تاني، بعد كده بقى عمودي تاني بالشقلوب، في تاني بعد كده بقى موازي تاني. ده الوضع الابتدائي. قال لك بادئ من الوضع الموازي. الوضع الموازي يعني ايه وضع موازي؟ يعني ولا خط قاطع فيه بصفر، با صفر سالب با صفر. سوري، هنا السالب وهنا الموجب. اقول لك ليه دلوقتي. لان انت عارف ان الرسمه عامله كده. لا، لما تيجي عند القيمه العظمى اللي هي سالب با دي، صفر الاول اهي، اهي صح، هي موازي. تعالى يا عم، صفر صح اهو. بادئ من با وعامل كده اهو. فتيجي تلاقي يعني الجزء اللي بتاع هنا ده تلاقيه تحت. عشان كده قلت خليها سالب هنا الاول، بس انه صفر وبعد كده ينزل على طول. طيب تعالى واحده واحده. طبعا ده اول ربع دايره اللي هي دي لحد ال 90. ده لحد كام؟ 180 كده اهو. ده لحد كام؟ 270 اللي هي تبقى كده اهو. ده طبعا الدوره الكامله اللي هو ايه؟ ربع نص ربع كده اهو. بذمتك مين اللي انت شايفه بصفر على طول من غير ما تعمله قوانين؟ مين اللي انت شايفه بصفر على طول؟ عندك ده بصفر وعندك ده بصفر. هنا في ربعين قد النص اللي تحت ده يبقى بصفر، وعندك هنا ربع قد الربع اللي تحت ده بصفر. خلصنا منهم على طول. فيها مشكلة دي؟ وبرضه هنا هيبقى 4 مباف، صح؟ ده بالبصمجة يعني. أنا كده كده هعملها بالقانون دلوقتي. فين هي المخروبة دي؟ فوق هنا أهو 4 مباف. عشان ربع يعني 4 على طول. 3/4 يعني 4 على 3، بعكس ربع بروح مش قلبه يبقى 4 مباف. مستر، 3/4 4 على 3 مستر، مباف. نعم. هو حضرتك لما نحط بتقول حتة الصفر دي، حتة الصفر دي في ايه؟ سلكة. لا، حتة لما إيه؟ حضرتك لما بتقول لما بيكونوا زي بعض فبتبقى بصفر، هي ايه اللي بصفر؟ الاي ام اف. مش احنا بنجيب القيمة المتوسطة للاي ام اف؟ الاي ام اف على تمام. طول بصفر. يبقى مفيش قانون، هي بصفر على طول. لما يطلبها مني في حالة ال 360 بس يكون الشكل ده، في حالة ال 180 لما يكون الشكل ده يبقى بصفر على طول. فاهماني؟ تمام. عايز بس تشيك من ايه؟ من حاجة. دي 4 3 برضه صح؟ اه. بص بالبصمجة بقى، لو انت عايز تبصمجة انا برضو ايه نفس القصة، لو انت عايز تعملها تعالى كده واحدة واحدة هتبقى نفس القصة بالظبط. يعني ايه؟ يعني انت برضو سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، هو كله بيجي من القانون ده كده كده زي ما قلت لك، كله حس بيجي من القانون ده. الان بتنزل، الفاي هنا بكام؟ سالب با ناقص صفر، ادي ناقص صفر، على دلتا تي هنا بكام؟ عمل ربع دورة يبقى 1/4 اف. خلاص. هتيجي طبعا دي فيه، هتطلع الكلام ده، لان هي نزلت سالب با ناقص صفر با على طول. اي حاجه ناقص صفر تنزل زي ما هي. 4 اف تطلع فوق مقام المقام بس يبقى 4 اف، يبقى 4 من اف. ده القانون اللي انا قلت لك عليه. عايز تعمل دي تعالى. سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، الان نزلت، دلتا فاي بكام؟ صفر ناقص صفر يديك كام؟ صفر. طبعا اي حاجه في صفر يطلع لك الناتج في الاخر صفر. نفس الكلام هنا برضه هيبقى صفر ناقص صفر فيطلع صفر على طول. عرفت اللي انا بقولها بصفر على طول؟ خلاص. تعالى هنا با ناقص صفر هتطلع ايه؟ با. وفي ان، في تحت هنا ايه؟ واحد على كام بقى؟ 3/4 دورة يبقى 3 على 4 اف. لما تطلع فوق تبقى 4 على 3 اف. وتحط ال بتاعتك بي ايه فتبقى ان بي ايه. وادي الاف اللي انا شخبطت عليه. يبقى بص، حتة المتوسطة لو انت عايز تبصمجها بقى في الامتحان، انا بصراحة برسم عشان اريح دماغي. لو قال بادئ من الوضع، خلينا كده اهو، بادئ من الوضع العادي ده اللي هو العمودي، عادي اللي هو العمودي، عادي عين عمودي.
خلاص اهو. عندك 4 حالات، عند ربع دورة اللي هي 90 يعني، نص دورة، 3/4 دورة، دورة كاملة. انت في الامتحان لو عملت كده تخلص، هتعملها بسرعة يعني مش هتاخدها وقت اهو. بادئ من هنا، نص دورة يبقى كده اهو، دورة 3/4 دورة يبقى كده اهو، دورة كاملة يبقى ايه كده اهو. ربع أي حاجة فيهم 4 نباف، ما عدا ال3/4، ال3/4 بتنزل 4 على 3 نباف. أي 3/4 أنت بتعكس، هي 3/4 4 على 3، يبقى هنا كمان 4 على 3 مهما كان شكل الرسم. خلاص 3/4 4 على 3، ربع اعكس الربع يبقى 4 نباف، اعكس الربع يبقى 4 نباف. تبدأ بقى تفكر، تعالى هنا، في في الموجب قد اللي في السالب ده، مفيش في السالب خالص، يبقى 4 نباف هي كمان، ما تزعليش نفسك. تعالى هنا، في الموجب قد اللي في السالب صفر، في الموجب قد اللي في السالب ده ربع وربع نص، وفي تحت نص يبقى صفر. في الموجب قد اللي في السالب صفر، في فوق ربع وتحت ربع. خلاص، ايه تاني اتبقى؟ مفيش حاجه اتبقى. ده كده المتوسطه، لما يجي يطلب منك اي ام اف المتوسطه، جت منين؟ جت من القانون العادي، الاي ام اف سالب ان دلتا فاعل دلتا تي، لو انت عايز تحسبها في الامتحان وعندك وقت. خلاص يا شباب، صعبه كده لحد دلوقتي؟ انا كده خلصت كل قوانين الدينامو كلها. انت عندك هنا دي القيم المتوسطه، طبعا انت عندك برضو اللحظيه، نبوه، نبوه دينامو، نبوه دينامو بيحب نبوه اهو ساين سي، وممكن تفكها نبوه 2 باي اف اي ساين 2 باي اف تي. اف هنا قصدي الباي هنا 22 على 7 اللي هي الباي العاديه، الباي هنا ب 180. دي كده انهي؟ دي اللحظه، طالما في ساين يبقى لحظه. خلاص الماكسيمم طبعا باين قوي، نبوه على طول. افكتيف خد نبوه اللي هي الماكسيمم على جذر 2. كده دي كل قوانين الدينامو قدامك. فين بقى البت اللي كانت بتقولي بتلخبط في قوانين الدينامو؟ فيها لحد دلوقتي في حد عنده اي مشكله؟ طب انا عارف دماغكم ونونت دلوقتي. خلاص الحمد لله. طبعا انا تقريبا شرحته شرح تفصيلي الدرس ده، بس لسه بس ناقص لكم حته مقاومه التيار، ازاي اخلي التيار المتردد ده اخليه مستمر. بس ناقص لكم الحته دي عشان لو سالكم فيها يبقى ايه، عملنا اللي علينا وشرحنا لكم الدرس ده كامل. بس الفكره في الرسم، ارسم الرسم صح تعرف تحل صح. على فكره احنا في لما كنا في الكليه كنا بنحل المتوسط بالمنظر اللي انا بقول لكم عليه ده بالظبط، يعني بنشوف القيمه المتوسطه، لو المتوسط بتاع لو فوق قد تحت يبقى المتوسط في النص بينهم بالظبط، في النص بينهم يعني عند الصفر. فاحنا دي حاجه كده كده الطبيعي، مش ان هي طريقه بصمجه يعني. لما في طريقه بصمجه زي مثلا بتاعت 3/4 دي بقول لك عليها، غير كده لا. الباقي كله قوانين موجوده فعليا. اسحب الكلام ده ولا حد عايزه؟ بصوا يا شباب، في حاجات في الدنيا ما ينفعش معاه تيار يكون تيار متردد. التيار المتردد اللي احنا بنقول عليه اي سي يعني alternated current. خلاص لازم يكون تيار مستمر. اللي هو انهي تيار مستمر يا مستر؟ اللي هو التيار الثابت ده اللي انت خدته في اول حاجه لما قلت لك العلاقه بين الاي والتي، علاقه ايه ثابته. فاكر ساعتها كان في هنا اتنين، كانت اول صفحه تقريبا او تاني صفحه مش اول صفحه. خلاص ده اسمه اي سي وده اسمه دي سي، ده alternated current وده direct current. direct current يعني تيار، ودايركت اللي هو ايه مستمر. خلاص طيب انا بقى عايز افهم ايه الفرق بين الاثنين ده. في فرق كبير جدا بين الاثنين، في تطبيقات بتحب الاي سي ده وفي تطبيقات بتحب الدي سي ده، بس المعظم ده.
ليه بقى المعظم ده؟ هقول لك ليه المعظم ده، ودي حاجه تمهيدا للمحول اللي احنا هنخش عليه دلوقتي يا شباب. احنا خدنا الحث المتبادل. الحث المتبادل كانت فكرته قايمه على ايه؟ ان في بطاريه وفي مفتاح وفي ايه؟ ريوستات. وكان لازم عشان اولد كهرباء في الملف التاني كان لازم اعمل ايه؟ اغير في الفيض عن طريق التيار. ولازم بقى واحد يقعد يلعب لي في الريوستات دي، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ما يبوظ لي الريوستات، او يفضل ايده يطفي في الزرار لحد ما يبوظ. فليه؟ عشان يغير في التيار. طب ما التيار المتردد جه حل لك كل ده. عمل لك ايه التيار المتردد؟ قال لك والله يا باشا شيل كل الكلام ده وحط لي ايه؟ حط لي بدل ما تحط لي بطاريه حط لي ايه؟ تيار متردد، حط فيشه. فدلوقتي بقى ايه اللي حصل؟ بدل ما التيار كنت انا بغير فيه طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ده هو دلوقتي بيتغير اساسا لوحده من غير ما المسه. فبيتولد هنا اي ام اف على طول دايما. دي فكره عمل الشاحن. انت الشاحن بتاعك بتحط الفيشه بتاعتك اللي هو الشاحن الوايرلس اللي هو بيتحط بتاع الساعات والكلام ده. خلاص. لما بتيجي تحط الفيشه انت كده خدت تيار متردد من الفيشه، لان الفيشه بتطلع تيار متردد. خلاص. البطاريات والحاجات دي بس اللي بتطلع تيار مستمر. طيب خدت التيار المتردد دخل فين؟ دخل في الارضيه بتاعت الجهاز دي فيها ايه؟ ملف. فانت لما بتحط ظهر التليفون بتاعك هنا برضو ظهر التليفون بقى فيه ملف التاني اللي هو الملف الثانوي. فدلوقتي في تيار عمال يتغير في الملف ده فبيولد اي ام اف في الملف التاني فيشحن التيار فيشحن البطاريه. انا بقى جبت ريستات وقعدت افضل احرك والكلام ده؟ لا. مين اللي حل لي المشكله؟ التيار المتردد. فالتيار المتردد حل لي العقد كلها. دي حاجه. تاني حاجه برضو عشان هكلمك من شويه كده على المحول. انت عندك المحول في ملف ابتدائي برضو ملف ثانوي نفس الفكره يعني بتاعت الحث المتبادل. خلاص. انا عايز احول الكهرباء. الكهرباء اللي جايه لي لازم تكون كهرباء من تيار متردد. ما ينفعش تكون ما ينفعش احول كهرباء من تيار مستمر خالص. ما فيش حاجه اسمها محول تيار مستمر. لازم يكون المحول للتيار المتردد عشان يحول الكهرباء من هنا لهنا. خلاص. ليه؟ عشان لازم يكون في تغير برضه في التيار. لكن ما فيش ده. فدي مشكله. دي مصيبه ان ما فيش ده. عشان كده دايما بنستخدم ده. لكن في بعض الحاجات وعليك انك تحفظهم. تحب الدي سي ما ينفعش تستخدمها في الاي سي. زي ايه؟ زي ما خدت في الكيمياء خدت حاجه اسمها التحليل الكهربي. التحليل الكهربي ده كان عباره عن ايه؟ انك كان بيبقى عندك مثلا مش عارف خرسين ومش عارف ايه كده اهو. كان في تقريبا خرسين عمود خرسين تقريبا زد ان. كان بيبقى عندك اتش 2 اس او 4 ولا حاجه. مش عارف انا بهبد. بس اللي هو انا فاكر ان كان في تجربه كده يعني. خلاص. وبتاخد طرف من ده وطرف من ده. طبعا انت ايه؟ بيبقى في عندك مشكله انك لما تحط عمود الخرسين مع ال H2SO4 انا مش عليك تفهم التفاصيل دي بس اللي عايز اقوله لك ان دول بيعملوا مركب مع بعض. بيتكون كده على البتاع ده رواسب. المركب اللي هو بتاعه زد ان اس او 4 ولا حاجه ما اعرفش المركب هيكون ايه. خلاص. المهم ان المركب ده انت عايز تفصلهم عن بعض تاني. فبتعمل حاجه اسمها تحليل كهربي. مش هتعرف تفصلهم عن بعض الا بالكهرباء. التحليل الكهربي ده بقى عباره عن ايه؟ بيجيب بطاريه ويوصلها على البتاعه دي. خلاص. لما بيوصلها بيفصل الايونات كلها عن بعضها. يجيب ده ايون موجب لوحده وده ايون سالب لوحده فبيفصل يبدا يرجع تاني ال H2SO4 مع بعضه والزد ان يرجع تاني مع بعضه ينضاف يعني. خلاص. يبقى الكلام ده عملناه بايه؟ ببطاريه. ما ينفعش احطه في الفيشه. لازم بطاريه. لازم تيار مستمر. يبقى اول حاجه التحليل الكهربي ده بيحتاج تيار مستمر. خلاص. تاني حاجه برضو الطلاق بالكهرباء. العربيات اللي قدامك دي بتدهن ازاي؟ هل بقى واحد بيمسك فرشه يقعد هنا؟ لا طبعا. دي حاجات بتبقى اسمها عمليات طلاق بالكهرباء. الطلاق بالكهرباء ده برضو بيتعمل بالايه؟ بالتيار المستمر. في مواتير بتشتغل بالتيار المستمر محرك التيار المستمر. وطبعا البطاريه هشحنها ازاي غير بتيار مستمر؟ فانا محتاج اربع حاجات اربع حاجات بتحتاج التيار المستمر. طب اجيب لهم منين بقى تيار مستمر؟ هقعد بقى اجيب بطاريه تشحن لي بطاريه ودي تفضل تشحن دي وهكذا؟ اكيد لا. في حاجه اكيد بتولد لي تيار مستمر. ايه هي بقى؟ قال لك دينامو التيار المستمر. يا ابني انت مش لسه قايل لي دلوقتي مفيش حاجه اسمها دينامو تيار مستمر؟ اقول لك صح. الاثنين صح. في ومفيش. ازاي بقى في ومفيش؟ اقنعني ازاي. انت من شويه قلت مفيش دينامو التيار المستمر مفيش حاجه اسمها كده. ودلوقتي بتقول لي في دينامو التيار مستمر. امال هجيب كهرباء منين غير من مولد؟ صح. بص يا شباب هو مفيش دينامو تيار مستمر لكن في حاجه. ادي الدينامو اهو بتاعنا العادي.
ده كده دينامو تيار ايه يا شباب؟ حد يقول لي كده. ده كده دينامو يا مستر تيار متردد. عرفت منين يا مستر؟ ملف ومحطوط في مش عارف ايه وفي حلقتين والكلام ده. ده دينامو تيار متردد. ازاي بقى في دينامو هو ده برضو دينامو تيار مستمر؟ ازاي بقى؟ انا كل القصه هشيل الحلقتين اللي انا عملتهم دول واخليها حلقه واحده مشقوقه نصين. كده انا حولته يا عم دينامو تيار مستمر. تخيل السر في الحلقات. كده انا عملت ايه بقى؟ وحدت الاتجاه. كده بدل ما هو كده الرسمه بتاعتي بدل ما هيكون طالع نازل كده اهو، لا، ده هيكون طالع يعمل موجته عادي ويطلع تاني بسبب الحلقتين دول. لان الحلقتين ثابتين في مكانهم فيخلوهم دايما في اتجاه واحد، اما كله فوق اما كله تحت. خلاص يبقى انا كده عملت ايه؟ وحدت الاتجاه. لا يا مستر، انت برضو كده يا مستر ما خليتوش تيار مستمر. انت عايزه مستمر يا مستر، يعني خط يفضل ثابت الشده. صح، انت كده وحدت الاتجاه. عايز بقى تخليه ثابت الشده. انتوا فهمتوا الاول حته توحيد الاتجاه دي عملتها ازاي؟ كل القصه شلت ايه؟ شلت حلقتين الانزلاق، حطيت ايه؟ شقاي اسطوانه. اسطوانه مشقوقه نصين. وده اللي هو بيقوله لك هنا. انا شلت حلقتين الانزلاق، حاطين شقاي اسطوانه. طبعا الفرش موجوده، شقين اسطوانه مش اكتر من كده. بدل ما كانوا اتنين بقت واحده مشقوقه نصين. ده كده اسمها مقوم التيار الحلقه دي. خلاص كده انا وحدت الاتجاه. طب عايز توحد الشده، تيجي بقى مهمه ايه؟ الصفحه التانيه. دي اللي انا مسحتها. تيجي مهمه الصفحه التانيه دي. انت عايز الشكل ده يبقى موحد الشده. انت فهمتوا دي ولا لا الاولانيه؟ تمام جدا. عايز توحد الشده. انا عشان اوحد الشده محتاج اعمل ايه؟ شايف شقاي الاسطوانه اللي انا قلت عليهم من شويه دول، ام فرش دول؟ كل القصه هصغرهم واخليهم بزاويه. بص انا ايه الفكره؟ انا كل الحوارات دي بجيبها من الرسمه، خلي بالك. الرسمه بتاعتي دلوقتي بقت كده. انت عايزها تبقى ايه؟ عايزها تبقى كده. عايز تخلي الرسمه دي تبقى كده، هتخليها تبقى كده ازاي بقى؟ فانا عشان اخليها تبقى كده يا مستر محتاج ان يكون في هنا نص موجه تاني، وهنا يكون في 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 نص موجه تاني، وهكذا. بحيث ان التيار ماشي في الاول اهو. في الاول هيشتغل كده، ما عنديش مشكله يشتغل. يجي هنا مش هينزل، هيكمل على دي. يجي هنا مش هينزل، هيكمل على دي. يجي هنا مش هينزل. وكل ما تزود العدد كل ما يبقوا تقريبا خط مستقيم. يعني بص هي دلوقتي عامله ازاي؟ بعيدا عن الحته اللي تحت دي هتبقى عامله كده اهو. بص طالعه نازله حاجات بسيطه، حاجات بسيطه، فتقريبا خط مستقيم. ازاي بقى اخليه يطلع امتصاص الامواج دي كتير؟ كل القصه شايف شقايه الاسطوانه دي؟ هقطعها كذا حته. يعني هتعمل ايه يا مستر؟ هعمل كده اهو. خلاص. بس استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. هقول لك دلوقتي استفدت ايه. كل القصه بعد ما قطعتها اخليهم على زوايا مختلفه. بمعنى ايه؟ ده قطعتهم حتت، فعندك حته عامله كده، حته تانية عامله زاويه تانية كده. بص خليها بلون تاني عشان تبقى. بص الشقين التانيين قصاد بعض كده، الشقين التانيين قصاد بعض كده، الشقين التانيين لحد ما تلاقيهم عملوا دايره كده. وهكذا 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 بقى عشان ايه نخلص. يبقى انت كده استفدت ايه بقى يا مستر؟ استفدت ايه؟ لا ده انا استفدت كتير جدا. انا كده عملت زوايا كتير جدا. طبعا كل واحده من دول، الاتنين دول مثلا مع بعض بيطلعوا نص موجه، بس بادئين من الزاويه صفر. بص بادئين من الزاويه صفر اهو. تعالى دول عندي كده اهو. تعالى دول هيطلعوا ايه؟ نص موجه، بس بادئين من زاويه. هيطلعوا نص موجه اه، بس بادئين من زاويه، مش بادئين من الصفر زي دي، بادئين من زاويه. تعالى دول هيطلعوا نص موجه بس بزاويه بعده اهو. عرفت بعملها ازاي؟ يبقى طب انت هتقول له ازاي في الامتحان؟ تعالى بقى نشوف بيقولها له ازاي في الامتحان. الحركه هي اللي انا بقول لك عليها. خلاص. يقول لك ايه؟
عشان تعملها عشان تخليه ثابت احنا كنا موحدين الاتجاه فوق ازاي؟ شقاي اسطوانه. يبقى انت كل اللي عشان توحد الاتجاه شقين اسطوانه. طب عشان تثبت الشده محتاج تقسم الاسطوانه دي اجزاء، ويكون في شيفت بينها وبين التانية، يعني يكون في زاويه بينها وبين التانية. فبيقول لك ايه؟ فين هي الحلقتين المعدودتين مش عارف ايه اهي. لازم نستخدم الحلقتين دول يكون مالهم الحلقات دي تكون مشقوقة إلى عدد من الأجزاء، تكون متقسمة أجزاء كتير كده أهو، يساوي ضعف عدد الملفات. هقول لك إيه حوار ضعف عدد الملفات ده دلوقتي، وإيه حوار الضعف ده دلوقتي، بس لازم تقول إن في زاوية بين الاتنين. يبقى تاني إزاي عملتها؟ الشقاية الأسطوانة دول هقسمهم تاني عدد أجزاء ضعف عدد الملفات. إيه حوار بقى ضعف عدد الملفات ده يا مستر؟ ما أنت عندك ده، مش الشقين دول في الأول وفي الآخر متوصلين بملف؟ أدي الملف أهو، ده الملف بتاع الشقين دول. الملف بتاع التانية عامل إزاي أهو، على زاوية كده كده. دول مثلا، ولنفترض دول بس، دول كده كام ملف؟ اتنين. كام شقاية اسطوانة؟ بص ادي واحد اتنين واحد اتنين، يبقى أربعة. هي دي بقى حتة ضعف عدد الملفات. اشمعنى ضعف؟ عشان كل ملف بياخد اتنين، كل ملف بياخد اتنين. فهو بيقول لك أنا بشقهم ضعف عدد الملفات أهو، عدد من الأجزاء يساوي ضعف عدد الملفات. ليه؟ لأن كل ملف أساسا بياخد اتنين لوحده. فيبقى أنا لو عايز أستخدم، عندي أربع ملفات، يبقى شق كام واحدة؟ تمانية. طب لو عندي 16 هستخدم كام ملف؟ 8 ملفات، وهكذا يعني. خلاص. يبقى انا كده خليته ثابت الشده وثابت الاتجاه. يبقى تاني ثبت الاتجاه ازاي؟ ان انا عملت نصين شقاي اسطوانه. طب عايز اثبت الشده، خلي شقاي الاسطوانه دول بدل ما هو شقين خلوهم عدد من الاجزاء ضعف عدد الملفات. استخدم كذا ملف، يكون بين كل ملف وملف زاويه، وفي نفس الوقت يكون عدد الاجزاء ضعف عدد ايه؟ الملفات. بس كده. وترسم له الرسمه دي طبعا. اي حاجه يا شباب بترسم له رسمه فيها المصحح، ده لو سؤال مقالي يعني، او لو انت ازهر، المصحح بياخد باله انك فاهم. بس دي ميزه انك ترسم يعني في الامتحان. في حد مش واخد باله؟ خلصنا الدينامو. ليه بستخدم الدينامو يا ابني بتاع موحد الاتجاه وثابت الشده؟ عشان الطلاء، وعشان التحليل، وعشان ايه وعشان ايه، وعشان شحن البطاريات، وعشان موتور التيار المستمر، اللي هو محرك التيار المستمر. خلاص. في حد دلوقتي لسه عنده مشكله في الدينامو؟ عشان نبدا نحل بعد المحول. كده احنا خلصنا تلات ارباع الفصل التالت.